علاء راضي أبو زهراء، خادم الحسين وصوت اليتيم. حين نتحدث عن الخدمة الحسينية فإننا نذكر رجالا أفنوا أعمارهم في حب الحسين، وجعلوا من ولائهم طريقا إلى الآخرة، ومن عطائهم نورا في دروب الناس. ومن هؤلاء الرجال يبرز اسم علاء راضي أبو زهراء، الرجل الذي جمع بين خدمة الحسين وخدمة الإنسانية، بين الموكب واليتيم، بين العبرة والعطاء. الانتماء إلى موكب الحر الرياحي. ينتمي أبو زهراء إلى موكب الحر الرياحي، وهو من المواكب المعروفة في مواسم الحسين، والذي يضرب أروع الأمثلة في الإخلاص والضيافة وخدمة الزائرين. وكان له الدور الأبرز في تنظيم هذا الموكب والمشاركة الفعلية في كل جوانب خدمته. لا يعرف الراحة في أيام الزيارة، لأن راحته تكون فقط حين يرى الزائر مرتاحا مكرما، مشمولا بالحب الحسيني، خادم الحسين في القلب والفعل. خدمة الحسين ليست شعارا عند علاء راضي، بل هي منهج حياة. يخدم بإخلاص ويقود بالمحبة، ويشارك في كل تفاصيل الخدمة، من الطبخ إلى التنظيف إلى ترتيب المجالس وحتى سقاية الزائرين. يؤمن أن كل خطوة في طريق الحسين هي وسام شرف يعلق على صدر من يخدم. صاحب جمعية أبو الأيتام الخيرية، لم يكتف أبو زهراء بخدمة الزائرين فقط، بل وسع قلبه ليحتضن الأيتام. أسس جمعية أبو الأيتام الخيرية، والتي تهتم برعاية الأيتام والفقراء وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، وتوفير الاحتياجات الضرورية من غذاء وملابس وتعليم. هو من أولئك الذين إذا رأوا دمعة يتيم مسحوها قبل أن تسقط، وإذا سمعوا أنين محتاج لبوا النداء دون تأخير. جعل من عمله الخيري امتدادا لنهج الحسين الذي ضحى بنفسه ليحيا الإنسان حرا كريما. مواقف إنسانية مشهودة. ساهم في الكثير من الحملات الإغاثية، وكان سباقا في مبادرات الخير، سواء في مواسم الشتاء أو في المناسبات الدينية. وكم من بيت أضاءه بكرمه، وكم من قلب أثلجه بحنانه. جمع بين الحس الديني والروح الإنسانية، حتى أصبح اسمه رمزا للثقة والتكافل. الخاتمة: علاء راضي أبو زهراء ليس مجرد خادم في موكب، بل هو قلب نابض بالولاء، وصوت حنون للأيتام، وعنوان بارز في سجل خدام الحسين. خدم الحسين عليه السلام في الزائرين، وخدمه في المحرومين، وترك أثرا طيبا في كل من عرفه أو سمع عنه. خدمة الحسين شرف، وخدمة اليتيم عبادة، فمن جمع بينهما كتب الله اسمه في سجل الصالحين. وفي الختام تقبلوا تحيات الإعلامي محمد جواد.